دايما وبيجي على طول في الامتحان يسألك عليهم، اللي هي since و for. أنا بسميهم ولاد عم. طيب لأن ناس كتير بتتلخبط فيهم فركز كده معايا. بيجي بعد since وقت محدد أو نقطة بداية الحدث، زي إيه؟ ساعة معينة زي since 7 o'clock. يوم أو شهر أو سنة since 2024، since May، since Monday. أو ممكن يجي بعدها اسم فصل من فصول السنة زي since summer. طيب أو إيه كمان يا مس؟ بيجي وراها حدث معين أو جملة ماضي بسيط like since I was a child، أو كلمة دالة على الماضي البسيط like last week، أو فترة من فترات النهار زي إيه؟ since morning، أو فترة من فترات العمر زي since childhood. طيب مثال I have lived here since 2015. She has been sick since yesterday. تعالى بقى نشوف for. بيجي بعد for فترة زمنية محددة أو المدة اللي استغرقها الفعل في الحدوث زي إيه؟ for 2 hours، for 3 days، for a long time or a short time، for a year، for 2 seasons، for the last week or for the whole week. أمثلة I have studied English for 6 years. وممكن مثال كمان They have known each other for a long time. ما نعمل مقارنة بسيطة كده ونعمل قاعدة ذهبية. لو الوقت محدد استخدم since، لو الوقت مدة استخدم for. تمام؟